بيضة، معانا معلقة ليمون كبيرة، معلقة خل كبيرة، معلقة ملح صغيرة، معلقة مستردة صغيرة، ومعانا كوباية زيت. هنبتدي نجيب بولة، وبعد كده هنبتدي ننزل بالمكونات بتاعتنا كلها مع بعض. ده في حالة لو انا هعملها بالهاند بلندر. يعني انت عندك هاند بلندر في البيت، اعملي الطريقة دي، انزلي بكل المكونات بما فيهم الزيت كله مرة واحدة واضربيه مرة واحدة. لكن انا ما عنديش هاند بلندر، عايزه اضربه في الخلاط او مضرب السلك او مضرب الكهرباء، يبقى انا هحط المكونات بس لوحدها، والزيت هخليه على جنب. اضرب المكونات الاول، وبعد كده والحاجه شغاله في المضرب سواء الخلاط او الكهرباء او السلك، انزل بالزيت بتاعي خيط رفيع جدا، وابتدي اشتغل كده فيها لحد ما تبتدي تربط معايا. لكن بالهاند بلندر زي ما احنا شايفين هيبقى كله اتحط مع بعض مرة واحدة،